عمري ورضيت بقسوتك وانا بعشق. مرة تانية بنسلم عليكم وبنقول لكم ان نجمنا النهارده صريح شوية، فهنستغل الصراحة دي ونكلمه في شوية حاجات هو مش همه يعني، فيقول آراءه بكل صراحة في كل المواضيع. أنا بدبسه طبعا، عارفين الطريقة ده بيدبسك في الهوا كده يعني رسمي. بهاء أنت يعني شغال في الوسط الفني بقالك فترة طويلة قوي، وعاصرت مجموعة فترات من شركات مصرية بتنتج لنجوم مصريين، وبعد كده شركات عربية بتستحوذ على النجوم المصريين، وبعد كده شركات عربية بتستغنى عن النجوم المصريين في الفترة الأخيرة. قولي أنت شايف الموضوع إزاي؟ شايف إن أجمل الفترات إنتاجيا كانت إمتى؟ دلوقتي إنتاجيا الدنيا عاملة إزاي؟ مش هكلمك كأنك واحد في وقت من الأوقات ولسه كمان لحد دلوقتي كنت بتدعم كتير من الفنانين وكتير من النجوم اللي على الساحة. لكن أنا مش عايز أقطعك، بس أنا عايز أقول لك أنا لا زلت عندي 21 سنة يعني عشان بس وماشي في العشرين. يعني 21 سنة. اتفضل كمل بقى كمل. فاللي هو ده أنت كده أكبر مني ب3 سنين يعني والله. ممكن نطلع من دور بعض تقريبا. فأنا أكلمك بصفتك يعني موزع ملحن بتعمل أغاني بس بغض النظر عن إنتاجية. شايف الموضوع عامل إزاي دلوقتي؟ في الوقت الحالي اللي احنا فيه حاليا انت كمان ليك صداقات جوه كتير قوي. والله في الوقت الحالي يعني هو الظاهر العام ان في حاله تجمد او حاله توقف انتاجي. اعتقد ان هي مش حاله توقف ولا حاجه، هي يعني انتاج طبيعي لفتره كبيره لخبطه. انت عارف زي ما يكون في اي حاجه، حاجه ماشيه بلا نظام بلا هدف بلا قوانين بلا قواعد بلا اي حاجه لفترة زمنية ولتكن 5 سنين 6 سنين 10 سنين. أكيد ده نتاجه هيبقى تخبط شديد جدا، هيبقى إحساس عام بأن الدنيا وحشة أو الدنيا مثلا غامقة شوية مش ماشية. فعلا في حاجات منها بنسبة، لكن الفترة اللي احنا فيها أعتقد أن هي فترة صحية جدا وطبيعية، لأنه يظهر بقى المنتج الحقيقي اللي بجد، يظهر العمل الفني اللي بجد، يظهر الجهات اللي تبقى يعني مشتمل على زي جهة هعرض فين، زي هعرض من خلال مين. ما هو برضه ده خلي بالك فيه لخبطه كبيره السنين اللي فاتت. المفاهيم كلها اتغيرت بقى، انه مثلا عشان ابقى ناجح كشاشه وكقناه او حاجه زي كده يبقى لازم اقدم حاجات مسخره وعري وخالص بالعكس. طب ما في قنوات خاصه ومختصه بالمجالات دي في اوروبا وفي بقيه العالم، ليه الناس ما بتشغلهاش؟ حتى اذا كانت باشتراك او فري، ليه الناس ما بتشغلهاش في البيوت لو هم يعني غاويين عري او فريق او غاويين مسخره او غاويين، انت واخد بالك؟ لا هو ده مش صحيح. بيكسلوا يجيبوا الهوت بيرد مثلا، ماله؟ بيكسلوا يجيبوا الهوت بالعكس الناس كلها النهارده دي ابسط حاجه، اي واحد بيركب جهاز وطبق ودش بيجيب الهوت بيرد ويجيب كل حاجه. ليه ما بيعملش كده؟ لانه لسه لازلنا شرقيين، لازلنا عندنا عادات وتقاليد ودين ومبادئ، فلا يصح الا الصحيح. مش عشان انا عايز اعمل اسهم اعلي نفسي نجاحا او اتنازل عن حاجات كتيره، لا خالص، عمرها ما كانت كده. خلينا ندخل في الموضوع بقى اكتر. انت كفنان مثلا هتتاثر بان مثلا شركه زي شركه روتانا العملاقه او كيان الكبير الفني ده استغنى عن، او في حاليا استغناء عن 50 نص المطربين اللي كانوا موجودين عندهم، حوالي 50 مطرب ومطربه مش هيبقى عندهم حد ينتج لهم، مش هيبقى عندهم حد يصرف لهم، فاكيد الملحنين والموزعين والشعراء والدنيا كلها يعني هيبقى فيها مشكله. هيقعدوا في البيت بقى. والله يعني والله ولا حتى في وجودها في تاثر بالنسبه لي انا شخصيا على المستوى الشخصي يعني الحقيقه، يعني لان هو دي من اكتر الحاجات اللي من وجهه نظري اعتبر ان هي غلط. غلط في كل شيء. بص، ما بني على باطل فهو باطل. اذا ما كانش الاساس صحيح، ظابطين كل امورنا عمليا بشكل منطقي وطبيعي فيما يخص المجال اللي احنا فيه، يبقى اكيد الناتج هيبقى بايظ خالص، وده اللي حاصل. وعشان كده اعتقد هم واصلين للمرحله دي وفي تنازل عن نجوم كبار. انا ببارك للناس اللي هم تنازلوا عنهم، لانه الحقيقه بتبارك لهم؟ طبعا ببارك لهم على الخلاص بس هم زعلانين من المأساة اللي كانت حاصله. نعم، الناس اللي اتنازلت عنهم شركه روتانا، النجوم دي المفروض ان هم زعلانين جدا. والله بقى اللي يزعل دي وجهه نظره مع الاحترام الشديد، لكن اعتقد ان هو اذا فنان حقيقي وفنان صحيح وعاوز يقول حاجه وعاوز يقدم وجهه نظر وفكره، اعتقد ان هو افضل له كتير ان هو يبعت عن كل الجهات المتخبطه واللي ماشيه من غير نظام. مقاييس السوق بقى فين؟ مقاييس السوق يعني ايه؟ معنات ايه؟ يعني المفروض الناس اللي متخبطين دول والاصوات الكويسه دي تجيب منين او تشتغل ازاي؟
زي ما كنا شغالين، يعني ما احنا كنا شغالين. بس السوق اتغير، ما هو الكلمه الحلوه والمعنى اللي انت بتتكلم فيه وعدم يعني معلش عفوا طبعا عدم وجود عري في الكليبات ده ما بقاش يروج للكليبات، صح يا هيثم ولا لا؟ يعني حسب رؤيه كل واحد يعني. بس معظم الكليبات اللي بقت شغاله كويس جدا دلوقتي او بقت اللي هي التوب بقت اللي فيها بنات عشان هي دي الجهات اللي وراها اللي ماشيه متخبطه دي. هو القناه فاسده او شركه انتاج فاسده ما اقصدش، انا اسف ما اقصدش اخلاقيا، انا اقصد فاسده انتاجيا، يعني مش عارف هو عايز ايه ورايح فين وجاي منين، فبيعتبر ان العري والكلام ده هيزود له مبيعات خالص. كون ان هي موجوده بكثره عشان هو اللي بيمتلك القناه اللي بتذيع او هو اللي بيمتلك الجهه اللي بتبث اللي بتوصل لي، فانت بتشوفيها بكثره، لكن ده مش معناته نجاح، ده مش معناته مبيع، بدليل ان ما سمعناش ابدا عن اي حد من الناس